وشويه، يعني 66 مليار جنيه مصري. هو احنا خلاص الاولويات راحت ونتكلم دلوقتي على الو. ايوه يا ام شيماء، عامله ايه؟ زي اخبارك؟ بقولك اسكتي، ديك النهار نزلت على المحلات شفت اللانش بوكس جميل جميل، عايزه اجيب منه للعيال للمدرسه ان شاء الله. بكام؟ حاجه بسيطه، ده اللانش بوكس الواحد ب1500. لا الواحد. محل ايه يا وليه؟ اللانشوهايه البوكسهايه الواحد. لا حلو جميل، انا هجيبه. غالي 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 ايه يعني؟ وايه يعني يا ام شيماء؟ يعني اعمل جمعيه ولا استلف ولا اي حاجه واجيبه؟ مش هنلاقي حاجه نحطه فيها؟ مش مشكله، ياخدوه كده هو انه يتمنظروا بيه قدام زمايلهم، مش لازم يعني نحط حاجه فيه. ايوه ايوه، انا عارفه ان اسعار الشندوتشات عليت، واسعار الاكل والجبن والبيض واللانشون والحلاوه والقشطه والمربى وكل والبيض وكل، انا عارفه انا عارفه. يا ولية عارفه ان هم مش هيحطوا فيه حاجه، بس حلو، الناس تقول علينا ايه؟ ما جبناش للعيال لانش بوكس. لا جميل جميل والله يا ام شيماء، لا لا عجبني الصراحه. لا هجيب منه. اه، وازازه الميه جميله بشفاطه كده، هو جميله جميله جميله. ب 800 بقى ازازه الميه ب 800. لا هجيبها لهم برضك. لا هجيبها. لا حلوه يا ام شيماء جميله. يعني ايه يعني اديهم كوبايه ويشربوا من كندير المدرسه؟ لا ما يشربوش من كندير المدرسه، يجيبوا ازايزهم يشربوا من ازايزهم. لا 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 لا. ماشي يا ام شيماء، خلاص خلاص، سلام سلام. قال ما نجيبش لانش بوكس؟ ازاي يعني ما نجيبش اللانش بوكس؟ مش هنحط فيه حاجه ان شاء الله ما حطينا فيه حاجه، بس نجيبه. ايه ده العبط بتاعها ده؟ وهو ده يا جماعة اللي الحكومة ماشية معانا بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبقى ما معكش ومش لاقي اللضا، ومثلا تلاقي مثلا موظف بيروح يستلف علشان خاطر يروح يصيف، تلاقي مثلا واحدة عاملة جمعية وزنقة نفسها وتمنع عيالها على الأكل عشان تروح تصبغ شعرها، وما يهمهاش البيت مفهوش، ما يهمهاش عيالها جعانه، ما يهمهمش ان هم لما يروحوا المصيف هيطلع عينيهم لما يرجعوا في المصاريف. بس مش مشكله، حكومتنا اللذيذه بقى عملت ايه؟ قالت لك إيه؟ احنا يا جماعه هو في ايه؟ واحنا بقالنا كتير قوي ما عندناش قطر كهرباء ليه؟ يعني إيه كل المدن وكل يقول لك ايه بقى؟ يعني اللي غاظني في وزير المواصلات بيقول لك كل الدول المتقدمة عندها قطر كهرباء، لازم مصر يكون عندها. هي مصر دولة متقدمة؟ بجد والله؟ وفي دولة متقدمة بيقطع فيها النور يا راجل 200 مرة في اليوم؟ ما شاء الله، ده الحرامية بيدعوا لكم. خلاص بقى عرفوا هنا بيقطع الساعة كام، هنا كاميرات المراقبة بتفصل الساعة كام، فما علينا. الحكومة عملت قطر الكهرباء اللي هي واخدة قرض، أو يعني تعتبر عاملاه بالقسط على 30 سنة يا مؤمن، يعني جيل ورا جيل ورا، فانت تطلع من دين لصندوق النقد، فانت تدخل للدين بتاع قطر الكهرباء، فانت هتبقى مديون تاني علشان حد يجيب لك بقى من بره شوية كهرباء تنور بيهم البلد. ما احنا على المرار الطافح اللي احنا فيه ده هندين لحاجات كتيرة، على شوية بقى يجيبوا لنا اكل عشان احنا خلاص بنشطب بسم الله ما شاء الله. المحلات ما فيهاش حاجة غير بقى ان الاسعار 3 4 اضعاف. طلعت من كام فترة كده واتكلمت عن قطر الكهرباء أول بداية لما النور بدأ يقطع. قعدت قلت لهم انتوا هتمشوا قطر الكهرباء ازاي، وانتوا هتتعاملوا ازاي مع القطر اللي محتاج كهرباء، ولا هتوقفوا تشحنوه؟ وشفت بعد كده فيديو لنائب، يعني ربنا يبارك له يا رب، طلع عامل استجواب للحكومة عن قطر الكهرباء وعن الديون والقروض والعك اللي احنا فيه. خلينا نسمع ونشوف الفيديو ونسمع. النهارده جايين بنتكلم على قرض للقطار الكهربائي ب 2 مليار يورو وشويه، يعني 66 مليار جنيه مصري. هو احنا خلاص الاولويات راحت ونتكلم دلوقتي على قطر كهرباء تاني وقروض تاني؟ يا سياده الرئيس، الحكومه خنقتنا احنا واللي خلفونا حصل. واللي خلفناهم واللي حصل. هيخلفوهم بعد كده. حصل يا الاجيال اللي جايه حصل. تتحمل بالقروض دي. النهارده بنتكلم على قطر الكهرباء تاني، هي فين الاولويات؟ هو فين الصرف؟ هو المواطن هياكل قطر كهرباء؟ المواطن هيعيش بالقطر الكهرباء؟ يا سياده الرئيس، انا بسمع الميزانيات بتاعت وزاره النقل والتريليونات اللي بتتصرف فيها، بحس ان احنا في جمهوريه تانيه، دي مش نفس الجمهوريه اللي عايشين فيها. النهارده الوزاره دي ساعات الدستور بيقف عند وزاره النقل ومفتوح، ونيجي عند التعليم والصحه وننتهك الدستور
تدوش الوزنات والحد الادنى. في ايه يا سياده الرئيس؟ كفايه كفايه كده. الناس بتقول كفايه. انا من 3 سنين وقفت هنا لوحدي وقلت كفايه على الحكومه، لازم تستقيل. النهارده انا مش لوحدي، انا ومعايا نواب كتيره والشعب بيصرخ ويقول كفايه كفايه كفايه. الحكومه دي لا تحكم ولا تستطيع ان تحكم وغير مؤهله للحكم، وكفايه عليها كده. شكرا يا ريس. شكرا يا اخويا، بس هي غالبا مش الحكومه الواحده. فزي ما انتم ما شايفين سيادة النائب بيسأل الحكومة هل من أولوياتكم إن أنتوا تعملوا لنا قطر كهرباء، ولا من أولوياتنا إن إحنا نعمل مدارس جديدة، إن إحنا نصرف على ميزانية التعليم اللي ما بقاش غالبا خلاص في مجانية التعليم، والمدارس الحكومية بقت ب 500 جنيه. 500 جنيه دي على أيامي كان سعر المدرسة الخاصة بتاعتي، كنا بندفع 500 جنيه ليا، حيث إن أنا أكبر واحدة وإخواتي بقى 450 و400 عشان هم صغيرين شوية. دلوقتي بقت ال 500 جنيه دي للمدارس الحكومية. حضرتك فعلا يا رئيس الوزراء هل اللي من الاولى ان احنا نجيب قطر كهرباء نتمنظر بيه زي حاجه كده القرعه بتتعيق بشعر بنت اختها؟ نجيب قطر كهرباء ونكلف نفسنا تكلفه على البلاوي والمرار الطافح اللي احنا فيه؟ علشان انا مش فاهمه يعني لازمته ايه قطر الكهرباء ده؟ ولا نوفر للناس اكل وشرب ويبقى وعيشه كويسه، عيشه محترمه. الناس بقت في الشارع انت تشوفها تصعب عليك، الناس كلها بتكلم نفسها. هل بقى قطر الكهرباء ده كان وقته؟ انتوا فعلا حكومه كلكم اثبتوا فشلكم. احنا البلد بتطلع من السيء للأسوأ، من الوحش للأوحش. احنا كل يوم عندنا زياده اسعار يوميه، مش يوميه، دقيقيه. كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية الأسعار بيزيد. هل ده منطقي؟ هل ده يعني مين يستوعب اللي بيحصل ده؟ مين يقدر يستحمله؟ والحكومة بفشلها الذريع راح تعمل لي قطر كهرباء. قطر كهرباء ايه؟ ما تعملوا لنا زحليقة يا جماعة، اعملوا لنا زحليقة كبيرة كده تنزلنا من ميدان الفيلم مش عارفة لميدان فيلم. ايه يابا الهطل اللي احنا فيه ده؟ اقسم بالله احنا تعبنا، والحكومة دي ما شفناش منها اي تكة ولا اي منظر لصالح المواطن اللي هو يعني لاي مواطن. كل اللي احنا بنشوفه مدن جديدة بتتعمل للناس اللي هم بسم الله ما شاء الله بقى اللي معاهم. بنشوف ان شقق جديدة واماكن سكنية بتتعمل برضو للناس اللي معاهم. هتقول لي استثمارات وما اعرفش استثمارات ايه اللي هتجيلك يا فاشل يا اللي بتقطع النور. انا كمستثمر ايه اللي هيجيبني عندك في بلد النور بتاعها قاطع؟ حاجه انور لك الكشاف هاجيلك ليه؟ انا هاجيلك استثمر عندك ليه؟ يعني عملت مدن وعملت ما اعرفش تطويرات وبرضه ما بصيتوش للناس اللي تحت. انا شايفه ان الفقير بيزداد فقر، الطبقه المتوسطه دي ما بقتش موجوده. يعني ناس طبعا هو بقى فيه يا غنى فاحش يا ناس تحت كلها حياتها متدمره. عايزين ايه علشان تحلوا عننا بقى وتمشوا وتفرقونا؟ احنا ما شفنا معاكوا اي يوم حلو، ما شفنا معاكوا اي يوم راحه. احنا بنصحى من النوم نفتح تليفوناتنا نشوف الدولار بقى بكام، بنصحى من النوم نمسك تليفوناتنا نشوف كرتونه البيض بقت بكام. بدل ما نتكلم عن تطوير وعن ما اعرفش ايه وعن ايه، بقينا نتكلم عن سعر البنيه اللي بيزيد كل يوم بال30 وال40 جنيه. حرام عليكم.